9 نصايح لازم تبقى عارفهم لما تقرر تتعلم لغة جديدة. أول نصيحة إنك وللأسف لازم تذاكر كل يوم من أولها كده. ما تتخضوش، مش لازم تخلصوا الكتاب كله في القعدة الواحدة، بس على الأقل تبقوا حريصين إن انتوا تدخلوا معلومة جديدة في اليوم. تاني نصيحة تراجع أول بأول. للأسف بنطنش موضوع المراجعة ده مع إنه أهم نصيحة في كل النصايح، إن من غير مراجعتك فأنت اللي ذاكرته في الأول ضاع، عشان المراجعة بتخليك تثبت المعلومة أطول وقت ممكن. تالت نصيحة ابني أساسيات اللغة اللي بتتعلمها كويس. متخلوش حماسكوا لتعلم اللغة يخليكوا تهملوا وتكروتوا في الأساسيات، إن مفيش لغة هيتم إتقانها من غير الأساس. رابع نصيحة حدد هدفك من تعلم اللغة. إيه ده؟ تبقى عارف انت عايز تتعلم ايه من اللغة دي، تتكلم كويس ولا مستوى يأهلك لشغل بعدين ولا مجرد هواية، علشان على الأساس ده هتعرف تمشي في أنهي اتجاه بالظبط. وده برضو اللي هيخليك تعرف تحدد خطتك وانت بتتعلم اللغة، مع الوضع في الاعتبار. حدد أهداف منطقية وقابلة للتحقيق، يعني ما نحطش 17 كلمة في اليوم واحنا عارفين ان احنا اخرنا 5 كلمات. خامس نصيحة ركز على اهتماماتك. في ناس بتحب الكورة، الرسم، تقرأ عن فنانين. شوف اهتمامك رايح فين وجرب تبحث عنه باللغة اللي انت بتدرسها، لان ده هيساعد على انك تتلقى معلومة جديدة من مصدر انت حابه، اكيد هتحفظها اسرع. سادس نصيحة ما تخلوش ضعف تقدمكم يحبطكم. تحس ساعات انك بطيء في تثبيت المعلومة، لكن ده مش فشل منك، ده بيكون ان مخك محتاج يخلي المعلومة تقدم شوية، واللي بيساعد على ده المراجعة. سابع نصيحة اغلطوا براحتكم. اللغة اللي احنا بنتعلمها دي مش لغتنا الام ولا احنا نيتيف، فاللي هيتريق عليك وهو بيغلط العيب مش عليك، العيب عليه هو. تامن نصيحة اتدرب ومارس اللغة. تحاول تتكلم مع أهل اللغة أو مع أصحابك أو حتى لوحدك عن طريق تكنيك اسمه شادوينج. لا وده طريقة إنك بتجيب فيديو وتحاول تقلد نبرة وطريقة كلام الشخص اللي بيتكلم في الفيديو ده. تاسع نصيحة والأخيرة إنك تستمتع، تعرف عن ثقافة البلد اللي أنت بتتعلم لغتها، تجرب تجيب نكت بيقولوها. ما تخلوش كل حاجة كتب ومذاكرة وقلم وورقة عشان هتتخنقوا. بس كده كانت دي كل حاجة.